السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن خوتنا الكرام. بكاء في بلاطو في قناة تاع المروك على بوزوق وتهجم مباشرة عليه وكلام تاع صحفيين معروفين. هذا الصحفي كان معروفين في بلاطوات وخاصة الصحفي نسيت اسمه اللي مالف يكون في بلاطوات بين سبور. شوفوا كيف يتكلمون على هذا الطفل هذا الجان، وخاصة لما دخلوا حتى الحافظ دراجي قصفوه قصف ولحقوا له حتى الكلام بذيء. نخليكم تسمعوا هذا الفيديو خوتنا الكرام، ما راحش نقاطعكم. اسمعوا مليح كيفاش يتكلموا على بوزو، كيفاش تهجموا عليه وكيفاش رجعوه حاجة مش مليحة بعد ما هو اللي كان هداف بطولة تاع المروك هناك. اسمعوا كيفاش ينساو الخير ليه على جال خريطة وهمية. تابعوا معنا الفيديو ما راحش نقاطعكم. عنوان: حين تجمع كل هذه الاشياء في قالب واحد تعلم بانها اتاحت للمجال الاخر الضفه الاخرى ان تروج لهذه الاطروحه ديال الانتصار الوهمي وتقول بانه حدث او امر دبر بليل، ونعود لنكرر بانه كان فقط مجرد خطا على مستوى العنوان. طيب صحيح. هو صدر الدين فهم الرساله ديالو. انا ندخل سيدي البوزوق دابا، فهمتي؟ انا عاد نجيب البوزوق ديالو. دابا ندخلوا البوزوق يسري بوزوق. البطل الوهمي. عندهم شوف انا جبدها لك ولا بغيتي دوزوه في الموقع ولا لا رجع عليه منه بطل قومي، وحنا غنقولوا بانه بطل وهمي لانه لا الولد بعد سي بدر الدين. اسالك وانت تفلسف الاشياء، كيفاش سي عادل هاله تيقول لك انا فقت الصباح واتصلت باللاعب وقلت له واش انت فعلا غتمرد وقال لي لا، علما بان عادل هاله عارف بانه ما يلعبش في قميص الخريطه مثلا. هذا سؤال. ما دام انه الرجاء ستلعب بقميص فهنا تيسالوا، وحنا نعرف بان اللاعب ما عندوش الحق يتمرد وعنده ضوابط وعنده كونترا عنده عقد مع فريق الرجاء. ودخل الدار خصو يحترم قواعد الدرجه الاولى. نمشي معاه في نفس السؤال. يعني ما دام اننا حنا كنهضروا على يسري بوزوق، شنو هي الحقيقه دابا؟ حيت تروج بزاف ديال الامور تروجات. بوزوق رفض يلعب بالقميص، الرجاء تنازلت، بوزوق تيتعرض للتهديدات من طرف الكبرانات، كاين واحد بزاف ديال الامور اللي غامضه. ولكن الرئيس الرجاء اللي خرج بهذا التصريح ديالو هو هضر بانه كاين عقد يربط اللاعب خصو يحترم سواء كان القميص فيه الخريطه او لا. اللاعب يجب ان يحترم القانون الداخلي ديال الفريق. طيب سي بدر الدين، انت نطرح لك سؤال بصيغه اخرى. واش بوزوق كان يمكن ليه يرتدي القميص الرجاء امام الجيش الملكي لو ان الرجاء لعبت بالقميص ديال الخريطه ديال المملكه المغربيه الشريفه؟ وتريدني ان انوب عن بوزوق باش نجاوب؟ لا ماشي تنوب، قلت لك انا طرحت السؤال. لك من منطق العقل شوف ماشي من منطق العقوق. انا اقول لك شيء اخر. كان غادي يكون فضيحه بجلاجل بحال يقولوا المصريين. نعم. لو ان بوزوق تمرد وما ارتداش القميص ديال الرجاء ايا كان باي صوره جاء، باي رمز جاء في مباراه الجيش الملكي، والا بسيطه جدا، بسيطه جدا، فسخ مع شرط جزاء، انه على الفور يوقع على فسخ عقده وينصرف. انا كنقول لك واحد الشيء، انني عندما اوقع عقد مع فريق، واش بالله عليك ملي كنوقع عقد مع فريق افرض عليه بانني غنلعب بالقميص الفلاني ولا ما غنلعبش بالقميص الفلاني، غنلعب بالاخضر ولا بالازرق ولا بالاحمر، غنلعب بان ما غديرليش الرجاء المغربي غدير لي الرجاء الرياضي وما غديرليش كذا ابدا. اللاعب يوقع على عقد ويكون ملتزما بحمل كل ما يرمز اليه النادي على مستوى الالوان، على مستوى الشعار، على مستوى الرسائل، على مستوى الخطابات، اي حاجه يلتزم فيها. طبعا شي حاجه كتمس بلادو لقى نفسه بانه سيكون متضررا، انذاك كيتحلل من العقد. فبالتالي غادي يكون من الخطير، انا كنقولها لك، نعم. من الخطير ان تكون الرجاء قد فوض لها اللاعب بقميص عليه الخريطه وتراجعت بسبب بوزوق. انا هذه ما يمكنش نقبلها اطلاقا، ما تصورش ولا يمكن ان اتصور ان الرجاء ولا اي رئيس جاء للرجاء ولا اي منخرط في الرجاء ولا اظن ذلك السبب. هذا بالك تنوض عليك الفرضيات، وهذه الفرضيات اللي نوضعها لك باش تقنعوني او يقنعني شي حد بان الرجاء تنازلت على قميصها لان لاعب بوزوق او لو يكون ميسي. انا كنقولها لك. نعم. لانه هذا رجاء
اكبر من بوزوق. قول شي لاعب اخر ولا يكون ماجر ولا بلومي. نعم. باش لا، لانه لاعب في الرجاء من هو اكبر من بوزوق بكثير، باش نقعد فبالتالي جزء باش ما نظلموش اي واحد. أوكي. لا هذا اللاعب شاف ان اللاعب بقميص الرجاء وعليه الخريطه يمثل خطر عليه هو وعلى عائلته ولا السؤدري. لماذا هذا الصمت ديال بوسري بوزوق ليله المباراه هذه اللي كيلوموه؟ والصمت غالبا تيترك مجال التاويلات، تفاصيل ديال الشيطان. انا تنقول لك كان يبرز يقول بانني ما تعرضتش ما درتش ما بزاف ديال الحوايج. وقد اخالفك الراي في هذا الموضوع اخذا بالاعتبار بديك المقوله الشهيره، كم حاجة؟ اذا كان من حاجة الكلام من ذهب، اذا كان الكلام من فضه فان الصمت احيانا من ذهب. الصمت حيت هما شنو كتبوا هذا لي زارجيروات يهضروا عليه بانه بطل وهمي وبطل بطل من الوراء وابرز ولاء. والله لا انا كنقولها لكم واشهدكم والله الا جبت لكم بانه تيقولوا بانه بطل قومي تصدى لنادي ب7 الملايين ديال القاعده وفرض. شوف هنا كيفاش بناوها. نحن دائما نقول بان هذه روايه وهميه مبنيه على خيال سوريالي، لان ما استوعبوش الهزيمه ديال القميص ديال بركان، بغاو يديروا واحد لواحد، علما بان هذا القميص انا دائما عادي لا تنعرفوا ملي كان على برا جلول وكنعرفوا كما بغى يكون المبادئ ديالو اللي كان تيدافع عليها وكمدون او ما يمكنلوش يولي هو يقود سفينه الرجاء ويمشي مع لاعب بحال حجم يسري بوزوق. وانا الروايه ديالو صدقتها بيني وبينك على اعتبار انه ماشي عزز عليه، ولكن ما يلام ويعاب لانه هو الامين على الرجاء. نعم، هو الخطا ديال العنوان اللي ترك مجال لهذه الفجوه ولهذا الانتصار. ملي كانت الكلمات الرسميه نتمنى يقولوا يخرجوا بيقولوا ارتكبنا خطا على مستوى العنوان، لانه هو الاعترافات يقولوا بان ما كناش موفقين. ما كناش موفقين وخلاص. لا الحماس ليله المباراه. لان استفدنا الجمله في بدايه الموسم مشى لبلادو ما جاش. ربما الاخوه اللي متبعين الموضوع تتخلصت له الرجاء وخلصت له مبالغ، ربما الرجاء في عز الازمه عطاته هذا حق ديالو ياخذوا فلوسه. نعم. وبقى في الجزائر وبدا، ولكن هداف البطوله. جا بدايه الموسم واحد المرحله ديال الجفاء، ما ماركا شي تاع 4 دورات، عاد ماركا شي بركه 3 ديال الاهداف. انا كنظن اليوم بهذه الضجه التي اثيرت ربما هو رب ضاره نافعه. نعم. وهذا السجال او الصراع ولا هذه الامور اللي عندنا مع هذا الجيران ولا هذه الضيفه التي تبني فتوحاتها على لاعبين اللي حضروا. شنو بداو تيستحضروا جلو؟ راه شي جزائري غيدخل يلعب في المغرب، لان النادي ما كنمشيو نلعبوا عندهم. مشى درب الطوسي والزاكي تما. فتنتمنى صادق يدخلوا للدار وهم يحترمون قواعد الدار وقواعد اصولها، لان في فتره دقيقه ديال لاكانا جلول. نعم. والخطاب ديالنا اليوم ما بقاش عندنا حنا في مجال الاستقبال. شفتوا الخطاب الملكي السامي ولينا خصنا نكونوا مبادرين في القضيه ديال الاخر، مبادرين للدفاع بنوع من الجرأه. فهذه القضايا هذه ما بقاتش مزايدات. علاش؟ حيت بدر الدين قال واحد الكلمه غنترك له مجال التوضيح ديالها. راه ما كاينش بعد انساني. الا تحت الدور في الرجاء بغات تلعب الشامبيون بالخريطه وبوزوق بقى غيلعب بالخريطه وهو راغم انفه. لا نقاش سي بدر. هذاك المعلق ديال ملي جا تيكون الطعام. المعلق اللي جا لجامع الفنا وكادير ودخلته الرجاء وعطاته والوداد عطاته مايو ومشى لكادير وكلا الحمل المعزي. لا هذاك علاش شوف هذاك؟ لا هذاك عادي. هذاك ما قرش فيه سوق بين قوسين، ما قرش فيه خير المغاربه، ما قرش فيه الطعام ديال المغاربه. كلمه باش نكمل لك. نعم انا تفضل في الفيديو الترويجي. شوف هذا حفيظ الدراجي اللي حنا حيت جبناه هنا رجل بالشيخ رجل كريم. حفيظ الدراجي هذاك انسان يعني بين قوسين سبنا عيالات الناس. شوف هذاك انا نقولها بكل اذا انت كرمت الكريمه نعم مالك ساوي. واذا انت كرمت الكريمه هربط. تفضل دابا احنا ماشي دابا انا ما كنشتموش، لا ما كنشتموش، ولكن نقول لك واحد القضيه. كاين واحد واحد الاغنيه جميله كان تيغني واحد من المطربين الشعبيين في مصر، تيقول لك الناس معادين. وملي كيقول لك الناس معادين معناه كاين اللي معدنو في الذهب، كاين اللي معدنو فضه، وكاين اللي معدنو ما دون قصدير شوف رساله فريق الرجاء الرياضي. لا رجعنا قال لك لا شوف انا استمعت الى جماهير الرجاء. شوف اسمع لي دابا شوف يبكون من دون دموع. شنو هي اصعب حالات البكاء؟ نعم ان تبكي من دون دموع. والله تعرف شحال هي؟ بمعنى انك تنزف من الداخل. نعم وهذا يعني مرحله. السؤال اللي انا ما جاوبتيش عليه الفيديو الترويجي ليله المباراه. خوتنا الكرام كون شفتوا معنا الفيديو والله العظيم هم يضحك وهم يبكي. قال لك مع الاخر قال لك نقولوا باللي غلطوا في العنوان وخلاص. كيفاش اداره تاع نادي تغلط في عنوان؟ لا اله الا الله. وبالنسبه لي اللاعب الجزائري كونوا هانيين، ما يلعبش بالخريطه الوهميه. وانا جزائري ونعرف العقليه الجزائريه ونعرفه يخسر
كيما خسرت اتحاد العاصمة لقب و40,000 دولار من أجل هذا النيف. ديروا بالكم، ما كان لا قوانين تاع الدار كيما راك تقول وهذاك الكلام الزايد، وما كان لا حاجة واحدة أخرى. بوزوك لن يلعب بالقميص الوهمي، يعني الخريطة الوهمية. اليوم نخلوا جماهيرنا الكرام، هل بوزوك لو قالوا له تلعب بالخريطة الوهمية هل راح يريح التمة أو ياخذ الأمتعة ديالو ويجي لبلده الجزائر؟ جاوبونا في التعليقات خوتنا الكرام. نقول لكم شكرا لكم، تابعونا في قناة عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.